كلنا شفنا كلاب بتحرس بيوت أو بتلعب كورة، بس عمرك شفت كلب واخد دور القائد ورايح في رحلة استكشاف برية؟ ركز معايا في الفيديو ده عشان اللي هتشوفه أغرب من الخيال. الجرو الصغير ده صحي وواخد شلة البط الصغير وراه وكأنه الأم الروحية ليهم. البط ماشي وراه خطوة بخطوة، والكلب واخد الموضوع جاد جدا وعمال يشمشم في الأرض يمين وشمال. يا ترى ناوي على إيه؟ الرحلة مكملة وسط الطبيعة والزرع الأخضر، والبط الصغير مش ملاحق على خطوة الكابتن جارو. بس الثقة اللي بينهم تخليك مذهول. الكلب عمال يستكشف الأماكن الضلمة وتحت الشجر، والبط وراه بيدور في الطينة على أي حاجة تتاكل. وفجأة لمح حاجة غريبة مستخبية وسط الحشائش الكثيفة، حاجة مش من طبيعة المكان ده خالص. هنا الكلب بدأ يحفر برجليه وبقه لغاية ما ظهرت المفاجأة، صندوق كنز خشبي قديم. الكلب قعد يهوه وينادي على أصحابه البط وكأنه بيقول لهم تعالوا بسرعة، أنا لقيت حاجة. حنان وحرص مش هتلاقيه عند بشر. بعد ما البط ملى التانك وشبع تماماً، تعبوا من اللف والمغامرة وما لقوش مكان أأمن ولا أدفى من حضن الكلب عشان يناموا فيه. الكلب اتمدد على الأرض والبط كله استخبى تحت ريشه وجسمه، وبقوا يبوسوه وكأنه بطلهم الخارق اللي أنقذهم من الجوع. بجد الحيوانات دي بتعلمنا دروس في الحب الفطري والرحمة بره حسابات البشر.